القرايه ماهيش كل شيء. بالك هذا الطفل يخرج ميكانيسيان ويدخل دراهم خندق القاري، بالك هذا الطفل يخرج بنتالو ويدير لنا اشكال هندسيه اللي ما سمعناش كاع بها حاجه جديده. فهمتي؟ رزقكم في السماء وما توعدون. ما نربطوش القرايه بالرزق. هذه تبغي القرايه مليحه، يقرا بلاكا، يعرف يحل كتاب ويعرف الخصوصيات تاع المهنه اللي يخدم فيها شتايله، يفواياجي ويطيق يهضر مع الناس حقيقه. لكن انت كتشوفي ولدك باللي ما عندوش، عنده دي كاباسيتي محدودين، عنده قدرات محدوده، راكي تضغطي عليه، راكي تضغطي عليه. تضربيه لا انا من داك القرايه على القرايه يطول عليا من داك العيش. تضربوا على القرايه. تقولي ما نضربهاش العيشه بعدا فيا نقولوا ماما راح الحال تنوض بكري. راكي تمرضي فيه مادام لازم تضربي على القرايه وتدي حتى العشاء وهو يقرا. لا شوفي حتى التجريح اللفظي ما ديريهلوش على القرايه. على القرايه خليه معليش ودوبله وين راه المشكل. ودوبله ولدي تقول حتى الامور هذا شكون اللي ولدها ماشي يقرا. الاطفال تاع دروك كاع راه عندهم مشاكل كاع. انا بالنسبه ليا نقول الاطفال اللي داخل المدرسه ماهمش اطفال عاديين. ولا نهضروا على الاطفال العاديين، ما كاينش كاع الطفل العادي. الاطفال بروحهم الجهاز العصبي تاعهم مازال ما اكتملش النمو. كيف نقولوا هذا انسان عادي؟ ماهوش انسان عادي، ماهوش راه قاصر فيزافي الدوله، راه قاصر ماهوش يتحكم في التصرفات تاعو. القانون ما يطبقش عليه، ما يتعاقبش. كيف انت راكي ماما اللي نديرو قدام العيشه تقري في الغريان وباغي يرقدوا صباح يقرا على 8. سمحي لي مدام نبداو منك انت الاولى اللي راكي مريضه. بصح ما يدخلش بكري. انا قلتي لي انت خليه يلعب، نخليه يلعب ومن داك يقرا على 10 هي ما نوضوش بكري. صافي نوضيه. لا مدام نوضيه خليه يرقد قدام العيشه ولا وقت العيشه، بصح ماشي يقرا منا يرقد على قرايه. او تعشى، او هضرتي سويه، او حكيتي له قصه، او جابت كلمه من ليكول. فهمتي؟ من الرياضيات روح ارقد. هذا الارمي راه في الارمي كاينه ولا لا؟ راه في الارمي. لا مدام اللي نعاملوهم برفق ونعاملوهم على حسب القدرات تاعهم. دوك انت بيسقسيك ترفدي 20 كيلو، كون يعطيك 5 كيلو تقي ترفديها ما تقيش ترفديها. ثاني هو القدرات المعرفيه تاعو راهي بطيئه. هو هذاك الصوت هذاك الروتين انا تبلي شويه عارفه لها نقص لخاطرش دار حاجه اسمها نضج عصبي. راه يكبر في لاج، الاداء تاعو يتحسن. لكن ولدكم راني فهمتيكم عنده بطء التعلم، ماهوش تاخر ذهني، ماهوش روتغار تاع راسو، ماهوش توحد خاطئ. انا كنت نهضر على التوحد، انا ندخل على البارون يهضروا على التوحد. علاش خاطي الشيخ الضربه الاولى وعاود جاتني راهي فرحت يقول قال لي نحس بلي تحسن. قال لي من سقسي قالت لي بصح قرا مدرستي اليوم حافظتها له. قالت لي نحس راهي تروح وتجي معاه، هي تجي تدي بنتها. قالت لي نحس بلي هي تتحسن وكلشي هي وبنتها ضايعه. هي تقول على التمارين اللي المرافقه باش هاد الاطفال. شوفي مدام ولدك نهضروا نيشان وما نكتبوش على بعضنا. دخل المدرسه وما كاش مهيئ بيدخل المدرسه. فهمتي؟ هذه احنا نجدوا من هذا المنبر نجدوا الدوله باه تاخذ بعين الاعتبار هذه الفئه من الاطفال. ما نديروهاش اقسام خاصه. قسم خاص راه فيه التخيزومي 21، راه فيه التوحد، راه فيه شكل من اشكال الاضطراب. عاملوش كيما حتى والو. بصح انا شراني بغير هذو اللي عندهم بطء التعلم. يعني الطفل هدر تحرك مارس نشاطاته اليوميه عاديه، لكن من جا في الجانب الاكاديمي ما قدرش روحو. بطء التعلم والبروبليم ديس هذوك تبي يكونوا في اقسام مدمجه داخل المدرسه باه ننجموا يكونوا عندهم محاور خاصه بهم. ما يقراش كما يقرا طفل عادي. الطفل العادي راه يقرا الحساب الذهني، راه يقرا العلوم، يقرا التاريخ والجغرافيا. لكن هاد الاطفال في هذه المرحله وهذو اللي عندهم بطء التعلم ولا لي بروبليم ديس، يعني عسر الكتابه ولا عسر الحساب ولا ما يطيقوش يسابقوا اقرانهم في القسم. ما يكونش معروفين مبنيكم. الا يكونوا فئه كاع مدمجه وداير لهم تشخيص ولا يسهر على هذه الفئه. ناس عندهم خاصين في التربيه الخاصه، الناس اللي يكون عندهم كاليفي يعطيك الصحه، ناس عندهم هيئه ودايره تربص في التربيه الخاصه، دي زورتوفونيست، دي بسيكولوج اللي راعوا عده جوانب. يعني اون ايكيب ملتي ديسيبلينير راعوا عده جوانب باه نوصلوا هذا الطفل باه ينجم يسابق اقرانه في الصيام. ماشي شرط يدير حساب ذهني، ماشي شرط قادر نوصلوا معاه يولي يحفظ، يولي يستدرك، يولي يرجع من الذاكره، يسترجع المعلومه. ثاني على الادوات عندهم مشكل. اذا فضلك الالوان يبريهم يكملها. حتى وليت ما نعطيش المبرات نمشي عقله مطول نقول لابي ما تشريش هذاك القصاب صاير كملهم. والله صاير كملها. بالنسبه للاطفال اللي عندهم صعوبه التعلم ولا بطء التعلم
الصحه ولا صعوبه التعلم. ما عندهم دي كاركتيرستيك كلينيك اللي نلاحظوها احنا كمختصين اورتوفونيين، كايتهم مقطعين والمخرمطين، كايتهم مخرمطين، كايتهم مقطعين، لا يحافظ على داخل المدرسه على الادوات المدرسيه، التروسات تاعو مقطعه ومكليه، والسلوات ديفا يحولوا ما يرجعهمش للدار، وادواتهم مكليه. انا المعلمه قالت لي قلت لها بلي ادواته من يحل التمرين، قلت انا ماهوش غادي ادواته، انا نشري له ولدي من يجي يحل التمرين قلت له هادو ميزات، قالت لي باينه بلي راهي طايح، قالت لي راني نسيت في الارض، اي عارفه بلي هادو ميزات الطفل اللي يكون عنده بطء تعلم، يعني نصيبوا الاقلام ما يرجعوش، نصيبوا اقلام مبريين بزاف، يعني ما يطولوهم مبريين بزاف، نصيبوا تروسه مكليه، نصيبوا الفساقيل تاع المئزر تاعو طايرين ولا كالين المئزر تاعو، يعني تفلوا نوع من القلق، نصيبوا داخل الغرفه تاعو نوع من الفوضى، يعني نصيبوا الطفل فوضوي ما يحافظ لا على كرطابو لا على الادوات تاعو لا على الهندامه تاعو، نصيبوا طابليتو الجيب مقطع، نصيبوا الفسقاله طايره، ما تقوليش هاد التصوير ما كاش عند ولدك. هذا من بين ميزات الطفل اللي عنده بطء التعلم ولا عسر التعلم ولا لي بروبليم ولا تاخر في التعلم. يعني هذا الطفل اللي داير كيما هكا يعني يليق لها استشاره، يليق نشوفوا دايما الاورتوفونيست ودايما البسيكولوج، يعني جانب نامل منك طبيبه دائما انا يقولوا لي بلي روحي رقيله وديري من انا نقول لهم طبيبه ولدي ما. بارك الله فيك. دوك نفهمكم المدرسه راه تأدي اداءات اكاديميه، يعني الشيخه ما تقرعش انها تخدم خدمه الاورتوفونيست، هي بروحها عندها 40 تلميذ في القسم. هي نهار الاول وجاتها لي بشويه فيهم بعد بدات تقول لي بعد تطلقي لك في وجهك ديري. لا انا دائما نهضر معاها دايره النيميرو التليفون تاعها ونقول لها بلي تهلاي لي في ولدي انا ما تهضرليش معلي ولدك خصيتيه عنايه خاصه، بغيتي ثاني المعلمه تبعك عنايه خاصه. هي قلت لها هي قالت لي بلي من تاليه قاصت لي كلمه، قالت لي عاجي شفتو يصوب بزاف تحضيري ما حوستش عليه ما كذبش عليك، بصح في السنه الاولى لاحظت وقالت لي بلي ولدك عاجي زعما، قالت لي راه مصوب بزاف، قالتها لي كيما راهي يعني نشوفوا بلي الاستاذه يبغي انا ما شفتهمش قلت لها يبغي يصوب ويشري ان شاء الله يصوب كاميو، ان شاء الله يولي يصوب كاميو. هذا الاطفال اللي عندهم هذا النوع من الحركات داخل القسم ولا داخل الفصل المدرسي، يليق دائما المعلمه ماهوش المهام تاعها تسيبها عند مختص نفساني ولا مختص اورتوفوني اللي يعاود يعالج السلوك ويعالج الاداءات الاكاديميه، يخدم على التركيز على الانتباه، نخدموا على الجانب التنفيذي اللي هو الكف والمرونه، حل المشكلات. ولدك عنده عده مشاكل من هذه الناحيه، ولا نخدموا على الجانب المعرفي اللي هو الانتباه والادراك والذاكره، يعني نخدموا عليهم خاطر هذه الصوالح تعطيهملوش الشيخه، هذه الصوالح يديهم عندنا في العياده. داكوغ، نتمنى اني فدتكم ان شاء الله في هذه المداخله. ولدك كثير الحركه داخل القسم، ولدك يبحث الادوات تاعو، ولدك ما راهش يعطيك شرط باغي منه داخل الاداءات المدرسيه، راه كاين مشكل في الانجاز، يعني في الكتابه راه عنده بطء في الكتابه، هذا الطفل ماشي الام اللي تخدم معاه وماشي المعلمه اللي تخدم معاه، عرضوا على المختص والمختص غادي يدي معاه وقت، لان الصعوبات الاكاديميه ما تظهرش العام الاول قلتي لي شيخه ما هضرتش معاه، والعام هذا تظهر معاه. احنا بعد عامين من التمدرس عاد باه نشخصوا هذا الاطفال ونشوفوا يا راه كاين ان بروبليم 10 يا ان روتار مونطال يا يتشابهوا بزاف لي تروبل، لكن نقوموا بالتشخيص ونبداو بالخطه العلاجيه وترافقنا فيها يرافقونا فيها الاولياء كشريك والمدرسه كشريك اخر، وان شاء الله نعطيكم النتائج. معكم الاخصائيه الاورتوفونيه السيده وحده بحياه، مرحبا بكم عندنا في العياده في غليزه.